السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. رجعت لكم بفيديو جديد وإن شاء الله يجيكم من قناة يوميات ابن البصر. طبعا هذا الفيديو خاص لعشاق لعبة MC5 ظلام الحرب مودرن كومبات 5. ثلاث أسامي لها، ثلاث أسامي نفس الشي. المهم طريقة أو نصيحة 4 نصائح لك شلون يعني تبتعد عن الحظر. أول شي والشغلة المهمة وأهم نصيحة إلك يا عزيزي المشاهد هي اسمك. راح تجون تقولولي ليش؟ أنا أقولك ليش. سوي لايك أول مرة سجل الفيديو، سوي لايك يلا. بعد ما سويت لايك راح أقولك النصيحة الأولى. النصيحة الأولى يا حبيبي اسمك. إذا اسمك راح يكون يعني مثلا راح أقولك شلون راح يكون اسمك بهذا الشكل، اوكي. راح يكون اسمك بهذا الشكل ويعني حاط الاسمالات او شي. فانت من راح تلعب جيم بلاي معركة الفريق، معركة الفرقة او شخصيات مهمة او غير شي من الالعاب متعددة اللاعبين، الاعداء راح يشوفوك انت ما تموت ونازل بوسك. ايش عبالهم انت اجنبي وعبالهم انت هاكر. فهاي بهاي الحالة راح يبلغون عليك وراح راح يوصل لك عدد كبير من الابلاغات، لان انت اسم اجنبي. هم بفكرهم انت اجنبي وانت هاكر. يعني راح تقتل مثلا لنفرض قتلت 12 واحد وما متت ولا مرة، هاي الحالة راح يعتبروك انت هاكر واجنبي. فبهاي الحالة انت ايش تسوي؟ النصيحة يا حبيبي تمسح هذا اسمك كله، تسميه اسمك على اسمك محمد. هاي تخلي هيجي اسمك عراقي معروف او محمد العراقي او اللي عجبك. هاي النصيحة الأولى شباب حتى تبتعدون من حظر السلوك MC5. الطريقة الثانية، النصيحة الثانية بس قبل لا أعطيكم الطريقة والنصيحة، هنا بهاي الحالة أنت هسه عليك تشترك بالقناة. يلا دوس على زر الاشتراك. عافية. بعد ما دست اشتراك بالقناة هسه راح أعلمكم النصيحة الثانية. النصيحة الثانية تبتعد عن الدردشة العالمية منعا كلش، يعني تبتعد عليها وعنها يعني كلش منعا باتا. ليش؟ لأن بهاي الحالة راح يروح هسه أنا مثلا أروح على شخص وأقول بلاغ عن اللاعب واختار السبب، وأقول له يمكن للاعب تجاوز الأغراض والمستمسكات، وأجي أكتب أي شي. وش مثلا أكتب بلوك وادوس ارسال، او مثل ما ادوس ارسال 20 حرف راح تكتب انت اللي عجبك. مثلا هذا انا كتبته، دوس ارسال وراح يجي عدد المبلغات هواي وراح ينحضر هذا الشخص. فانت شو تسوي؟ تبتعد عن الدردشة العالمية منع، يعني كلش بعد لا تحكي بها نهائي، حتى نقطة لا تدز لين راح يحضرونك. الشغلة الثالثة والأهم، لا تحكي على الرسائل. مثلا واحد دزلك رسالة حب تعالى، لا ترد عليه نهائيا. هذا لا ترد عليهم كلهم، ذولا كلهم جاي راسلوك لا ترد عليهم حتى لو واحد راد ما عندك طلب، حتى لو واحد يعني ذولا كلهم يعني شلون اقول لك يردون بس مجرد يطعنون حسابك. فانت ذن الثلاث شغلات ابتعد عنها كلش. هسه هذا دز نقطة اقدر انا ابلغ عن اللاعب، اختار السبب مثلا هذا اللاعب غير قابل للهزيمة، واكتب اي شي وارسل للشركة وراح يحضرونه. فانت ذي الخطوات ثلاثة والنصائح ثلاثة ابتعد عنها. رابع نصيحة واللي هي مهمة بس تروح للضبط، تختار الصوت تخليه ناصي كلش، وهاي جودة الجرافيك هي الافضل، تخليها اداء افضل او جودة افضل. ذن 4 خطوات شباب مهمة تحميك من الحظر. صدقني إذا سويت ذن الخطوات وانحظرت من جديد اعتب علي. وأهم شي يا شباب يا عزيزي المشاهد، اسمك تخليه عربي ولا تخلي اسمك اسم أجنبي أو اسم بيه ملصقات أو رموز تعبيرية. إذا عجبك الفيديو سوي لايك واشترك بالقناة وانتظرنا المزيد. كان معكم محمد.